شنو كيكون عندنا في مقدمه الطائره؟ مقدمه الطائره او ما يسمى بأنف الطائره nose of the airplane كيكون هاز ما يسمى ب airborne weather radar، اي الرادار محمول جويا. هذا الرادار كيلعب دور مهم بزاف في السلامه ديال الرحلات الجويه، لانه كيخلينا نعرف الخطوره ديال بعض السحب بحال السحب الركاميه. ولكن كيفاش كيخدم هذا الرادار الاخوان؟ كيخدم بمبدا الصدى، بحيث انه كيسكاني 80 دوغري عموديا و180 دوغري افقيا، فبحال هكا كيعرف السحابه فين جات. ولكن هذا الرادار باش واعر ما كيعطيناش فقط الاتجاه ديال السحابه، وانما كيعطينا حتى المسافه باش بعيده علينا. كيفاش كيخدم بهذه المعادله؟ اير هي رينج او النطاق كتساوي سي مضروبه في تي، سي هي سرعه الضوء، تي هي المده الزمنيه المستغرقه باش يسافروا الموجات من الطائره للسحابه، وكيقسم على جوج طبعا لان عندنا دو دي جوج ديال المسافات، لان الموجات كتمشي وكترجع. اذا هذا الرادار كيعرف الاتجاه ديال السحابه وبشحال بعيده، وبل كيعرف حتى القوه ديالها. الا كانت شي سحابه قويه وخطيره كيضربوا في هذوك الموجات وكيرجعوا بزاف ديال الموجات للطائره، لان السحابه كثيفه مقدره. لكن الا هضر راسل الموجات ورجعوا موجات قليله، كاين ان اغلبيه الموجات تلاشاو واخترقوا السحابه وتلاشاو، اذا السحابه خفيفه وماشي خطيره. طبعا الطياره ما كيبقاوش يحسبوا هذا الشيء، ولكن فقط كيبان لهم في ليكرون اربعه الالوان. الخضر السحابه كتكون ضعيفه، تابعوا الصفر، تابعوا الحمر، تابعوا اللون العكري اللي كيتسمى الماجنتا، اللي كتكون السحابه قويه بزاف، كيكون فيها توربولنسز، كيكون فيها مطبات. بحال هاد السحابه اللي كتشوفوا مثلا كتسمى كومولونيمبوس كابيلاتوس، اللي كيكون في الراس ديالها ما يسمى بالانفيل اي السندان. ما خصناش ندوزو من تحت هاد البلايص، حيت كيكونوا كيطيحوا الوابل او الهيل، اللي هو داك التبريد القوي بزاف اللي كيقدر يدير اضرار وخيمه على البنيه ديال الطائره. الهيل او الوابل كرمزوا ليه في الكود ديال ميتار بالجي ار، اللي كتعني غريل اون فرونسي.